السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحبة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذا المجلس من مجالس قراءة كتاب الإحسان. وصلنا إلى المجلس الرابع، وعنوانه اليوم وصلنا إلى فقرة أو مبحث علم التصوف فقه واجتهاد. علم التصوف فقه واجتهاد. رأينا فيما سبق معاني الإحسان، المعاني الثلاثة للإحسان، ورأينا أن هذا الإحسان بكل تلك المعاني هو غاية الغايات. الإحسان هو غاية الغايات ومحط نظر ذوي الهمم العالية، كما قال الأستاذ المرشد رحمه الله. ورأينا أن الإحسان درجة ثالثة من درجات الدين، درجة ثالثة بعد الإسلام وبعد الإيمان، فوقهما وبناء عليهما لا تحليقا، لأنه كما رأينا لا إيمان بلا إسلام ولا إحسان بلا إيمان. ثم رأينا في المجلس السابق محل تنزل هذه المعاني كلها وهو القلب، ورأينا كيف أن الأستاذ المرشد رحمه الله لا يتحدث عن القلب الفردي بل عن قلب الأمة التي ينبغي أن يشتد قلبها هذا باشتداد قلوب المؤمنين ليفتح لهم الله سبحانه وتعالى الفتح العظيم في الدنيا والآخرة. ورأينا كذلك بأن هذا الفتح وهذا الصلاح، صلاح هذه القلوب، لا يتم إلا بالتربية. ورأينا مع الأستاذ رحمة الله عليه أن التربية لها أصول وقواعد كما أن لها فروعا، والأصول هي ما نجد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والفروع هي ما اجتهده القوم السادة الصوفية رحمة الله عليهم جميعا. ورأينا كيف أن الأستاذ المرشد رحمة الله عليه أعلن منذ البداية أنه لا يدعو إلى التصوف ولا يحب الاسم ولا يحب الشكل، ولكن الحق الذي عند أهل الله سبحانه وتعالى، عند رجال التربية، عند من سماهم الاصطلاح التاريخي صوفية، هذا الحق ثابت في الكتاب والسنة. وعلى نهج هذا في نفس المسار نتحدث اليوم في علم التصوف فقه واجتهاد. منذ البداية يبين الأستاذ المرشد رحمة الله عليه قصده من هذه الفقرة، أو قل من هذا الفصل، بل قصده من هذا الكتاب كله. ثم بعد ذلك، بعد أن يبين القصد، يظهر حكم ويبين حكم علمائنا، كثير من هؤلاء العلماء وسنسرد أسماءهم وبعض نصوصهم على هذا العلم وعلى هذا التصوف. ونبدأ بذكر قصده رحمه الله من هذا الكتاب. يقول: قصدي في هذه الصفحات أن أدل على الله وعلى الطريق إليه. قصدي في هذه الصفحات أن أدل على الله وعلى الطريق إليه. وهذه كلمة عظيمة وعظيمة جدا، لا يستطيع كل أن يدعيها، ولا يستطيع كل واحد أن يقولها، خاصة عند من يزن كلامه وزنا أكثر من الذهب، بل وزنا من نور، وخاصة عند من يستحضر أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليه مطلع عليه وأنه غدا ملاقيه. فإذن هذه كلمة وهذه شهادة. قصدي في هذه الصفحات أن أدل على الله وعلى الطريق إليه. قصدي أن أستنهض الراقد وأستحث الفاتر
وأنادي ذوي الهمم العالية إلى مأدبة الله: ما قصدي أن أعرض علم التصوف عرضا أكاديميا تاريخيا موثقا، وما يغني العلم إذا كان وراءه فضول فكري فقط. وما يغني العلم إذا كان وراءه فضول فكري فقط. وسنعود إلى هذه الكلمة وإلى معانيها. حديثي حديث القلب إلى القلوب الحرة. نحتاج في حوارنا إلى استبصار العقل وإلى الاطلاع على أحوال القوم لنقوم ننافسهم ونسابقهم في الخيرات كما أمرنا الله جل شأنه. فإذا القصد من إيراد هذا الكلام وما سنراه خلال هذه الجلسة وخلال المجالس الأخرى إن شاء الله من كلام أهل الله عز وجل، القصد منه هو أن نطلع على أحوالهم ونطلع على كلماتهم وكلامهم حتى يستيقظ فينا حس المنافسة وحس المصارعة وحس المسابقة إلى الخيرات كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن فالقصد من هذا كله هو أن نسارع وأن نسابق. ثم بعد ذلك يبين الأستاذ المرشد رحمة الله عليه بعض الحواجز وبعض الأشياء التي تحول بين الناس وبين هذا الاطلاع على ما قاله هؤلاء الرجال العظام. ويقول بهذا الخصوص: يحتد الخصام حول التصوف في زماننا احتدادا شديدا. كل جدران الاحتياط التي أقامها نقاد التصوف السابقون خرقها بعض كتبة العصر يسايرون في غلوهم هذا تلامذة المستشرقين الذين يسعون جهدهم أن يقدموا التصوف على أنه علم دخيل والصوفية على أنهم تلامذة البراهمة والغنوصيين. هؤلاء الذين يكتبون تلامذة المستشرقين من غير أبناء بين قوسين الحركة الإسلامية. ويعطي مثلا على كل حال يضرب مثلا لهؤلاء فيقول: ما مثل هؤلاء إلا كمثل من رأى مائدة حافلة حولها ضيف مكرمون، ومن حوالي الضيف ذباب يتطاير ويطن، فزعم أن المائدة ما نصبها إلا الذباب، وأن الضيف المحلقين ما هم إلا ذباب كبير. فهؤلاء الذين نصبوا هذه المائدة وهؤلاء الذين هؤلاء الضيف المكرمون حول هذه المائدة هم أولياء الله عز وجل. وطبعا هذا المثل الذي أعطاه الأستاذ المرشد لهذا الذباب المتطاير الذي يطن هم هؤلاء البراهمة والغنوصيين، وما جاء بعدهم من فلسفة هيلينية ومن صابئة وهندوس إلى آخره، الذين نعم يعترف ويقول الأستاذ المرشد أنه طرأ في الفكر الصوفي وطرأ على الصوفية هذا الأمر، ولكن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، وهو أن هؤلاء الرجال العظام المشكاة التي اقتبسوا منها نورهم والسراج الذي أشعل منه هذا النور هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: لكن موكب النور من كتائب أهل الله ما صار منذ عهد النبوة إلا على هدي أصيل، وإن جدت مصطلحات دعت إليها ضرورة التفاهم بين أهل الاختصاص، وجدت هيئات وتكتلات دعت إليها ضرورة التعاون. وهذه المصطلحات التي جدت وهذه الهيئات وهذه التكتلات هي نفسها التي جدت في غير ذلك من العلوم،
في علم الحديث، في علم التفسير، في علم الأصول، في فروع الفقه، في علم اللغة، في النحو إلى غير ذلك. فالمصطلحات لم تكن في القرون الفاضلة الأولى، ولكنها جدت في كل هذه العلوم وفي غير هذه العلوم. ثم بعد ذلك مباشرة بعد هذه المقدمات يسمعنا الأستاذ المرشد رحمة الله عليه حكم أفاضل العلماء على هذا التصوف، ويختار مدرستين: مدرسة الصوفية ذاتها بعض أئمتها، ومدرسة العلماء العاملين السادة مشايخ أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويختار 3 نماذج من هؤلاء، وهم الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وتلميذه ابن القيم رحمه الله، والإمام الشاطبي. ومن أهل الطريق يختار الإمام الغزالي رحمه الله والإمام السهروردي. ويقدم لكل ذلك بقوله: لكي يطمئن حوارنا نثق بعلمائنا فنستمع إلى حكمهم على علم التصوف، ولا نصدق المغرضين الذين يعملون معاول الهدم في سلفنا الصالح، يحاربون الإيمان بالغيب وبسمو الروح وكمال الإحسان، ويؤلهون العقل والمادة. وهم طبعا هؤلاء الذين أشار إليه في البداية هم تلامذة المستشرقين. ثم بعد ذلك يشير إلى صنف آخر: ولا نصدق مقلدة قاصرين تبنوا عن انطماس في العقل والبصيرة وعن جهل بموضوع الجدال وأوائله وتواليه معارك قديمة. نستمع أولا إلى فارس الإسلام وشيخه ابن تيمية رحمه الله. نستمع إليه لأمرين: أحدهما أن كثيرا من معاصرين يعتبرون شهادته هي الكلمة الفصل، فلا نحب أن نفجعهم وهم في مهد الإعجاب غير المشروط بوضع الفارس الجليل في مكان نسبيته. والاعتبار الثاني هو أن شيخ الإسلام رحمه الله من أجل من حارب الإلحاد والفلسفة ومنطقها. فللمرتاحين في المهد نقدم جواز المرور، للذين اتخذوا بين وبين كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سقفا هو ابن تيمية رحمه الله. لهؤلاء نقدم، ويقول أستاذ المرشد، جواز المرور. وللمتعسفين نقدم جبهة إسلامية واحدة: ابن تيمية ابنها وفارسها، خصامها بينها من داخلها، خصامها ظاهرة صحية تبرهن على قدرتها أن تنتقد أخطاءها وتتحاور وتصلح هذه الأخطاء. لأن بالفعل كما بين الأستاذ المرشد رحمه الله منذ البداية، وسيظهر هذا بجلاء فيما سيأتي، الصوفية لهم أخطاؤهم، وخاصة في الأشكال. لا نتحدث عن العلم كعلم، لا نتحدث عن الجوهر، لا نتحدث عن اللب والحقيقة. هذا مرتبط كما قلنا ونؤكد بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكتاب الله. ولكن الأشكال والأعراض هذه اجتهادات، والاجتهاد فيها المخطئ وفيها المصيب كما في كل العلوم. ويبدأ بنص ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: والصواب أنهم أي الصوفية مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم في طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. وقال: وإنهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي. هذا رأي ابن تيمية رحمة الله عليه: فيهم المخطئ وفيهم المصيب، وفيهم السابق بالخيرات المقرب، وفيهم المقتصد.
ابن تيمية التلميذ ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليه له في الموضوع كلام آخر وله نفس آخر يقترب من بعض العبارات كما رأينا لابن تيمية، ولكنه يزيد عليه بشيء آخر. يقول رحمة الله عليه: وأما السابقون المقربون، وهذه السابقون المقربون هي التي وجدناها قبل قليل بالمفرد عند ابن تيمية رحمة الله عليه، فيهم السابق المقرب. تقول: وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالتهم وعدم الاتصاف بها، بل ما شممنا لها رائحة، ولكن محبة القوم أي الصوفية والكلمة مصطلح تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. ومن هذه الفوائد أن هذا العلم يعني علم التصوف هو من أشرف علوم العباد. علم التصوف هو من أشرف علوم العباد، والكلام دائما لابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة. مباشرة يعلق سيدنا الإسلام على هذا الكلام، يقول: حياك الله من رجل، على هذه الشهادة العالية وعلى هذا التواضع، تواضع العارفين، تواضع العلماء الكبار جهابدة أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جزاه الله خيرا. بعد ذلك ينتقل إلى الإمام الغزالي رحمه الله، وهو من أكابر القوم كما يسجل الأستاذ المرشد، ويقول: لقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. هذا هو ما كان يعرف به الفقه، وما كان يعرف به في العصر الأول على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى عهد الصحابة الكرام، بل قل على عهد القرون الفاضلة. ويدلك عليه قوله عز وجل: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه، فقه الآخرة، فقه التعلق بالله عز وجل، فقه خشية الله سبحانه وتعالى، فقه القرب من الله سبحانه وتعالى. هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة. إمام آخر من أئمة الدين وهو النجم الثاقب الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، إمام الأصوليين، يقول عن التصوف قسمان: فأحدهما التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، والثاني أنه الفناء عن نفسه والبقاء بربه، وهما في التحقيق إلى معنى واحد، إلا أن أحدهما يعني التجرد عن كل خلق داني والتخلق بكل خلق سني هذا يصلح التعبير به عن البداية، والآخر الفناء عن نفسه والبقاء بربه يصلح التعبير به عند النهاية أو عن النهاية. فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه، وهو فقه صحيح. ويسير الإمام الشاطبي رحمة الله عليه مع أنواع أخرى وكلها يقول فيها لا بدعة فيها ويربطها بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى أن يصل إلى نوع آخر، وهو البحث في عالم الغيب وماهية الملائكة والشياطين وعالم الأرواح، ويقول وهو بدعة.
وعن الضرب الرابع ضرب آخر وهو النظر في حقيقة الفناء، وهو فقه متعلق بأهواء النفس لا بدعة فيه. ثم بعد ذلك يختم بإمام آخر من أئمة الطريق، من أئمة الصوفية، وهو الإمام السهروردي. وللإشارة فالسهروردي واحد من ثلاثة. هناك الزنديق المقتول، وهو يشترك في اللقب مع هذا الإمام، لقبه كذلك شهاب الدين، ولكن اسمه هو يحيى وكنيته أبو الفتوح. فهو المقتول، الزنديق المقتول هو شهاب الدين السهروردي. سهرورد هي مدينة، بلدة كردية في شمال فارس. فإذا هذا اسمه، هذا المقتول اسمه يحيى أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي. هذا الإمام صاحب عوارف المعارف التي نتحدث عنه الآن هو اسمه أبو حفص، كنيته أبو حفص، واسمه عمر، ولقبه شهاب الدين السهروردي كذلك. وكانوا متزامنين في القرن السادس. وتوفي هو هذا الإمام السهروردي صاحب عوارف المعارف، توفي على كل حال في الثلث الأول من القرن السابع، في 32 و600 للهجرة. ينقل عنه الإمام المرشد هذا النص، يقول: وعلوم، قلت الثالث عفوا، الثالث هو عمه، عم عمر شهاب الدين، أبو النجيب، عمه هو صوفي كذلك، صاحب عوارف المعارف. يقول الإمام السهروردي: وعلوم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا، ولا تنكشف إلا بمجانبة الهوى، ولا تدرس إلا في مدرسة التقوى. ويوضح الأستاذ المرشد هذا الكلام، يقول: يقصد رضي الله عنه العلوم التي تنقدح في القلوب بعد صفائها بالعمل الصالح والذكر والمجاهدة، لا تلك التي تحويها الطروس. وما كان القوم رضي الله عنهم أهل بطالة يتسلون بمضغ العبارات كما يفعل المتحذلقون، بل كان همهم الله ونيل رضاه. لذلك كانوا أصحاب عمل وجد واجتهاد. ما الفقه الذي أثلوه إلا قواعد مستنبطة مذكرات وصف السالكون فيها مراحل سفرهم الروحي، تتلقاها الأجيال الصالحة من بعدهم نصيحة وتحديا وضرب موعد هناك في المقامات العالية. فإذا الهدف الأسمى من هذا الأمر العظيم هو هذا، أن يضرب ذو الهمم العالية، ذو السابقة، أرباب القلوب، أن يضربوا موعدا مع هؤلاء في المقامات العالية. يعود الأستاذ المرشد رحمه الله إلى الإمام الغزالي رحمه الله عليه في إحيائه، ويأخذ منه هذه الكلمات، وهي كلمات محفزة وحاثة على هذا الذي دعا إليه قبل قليل. ومنها أي علامات علماء الآخرة أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه، وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن المجاهدة تفضي إلى المشاهدة، ودقائق علوم القلب تتفجر بها ينابيع الحكمة من القلب. وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك. وقال: ومنها أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه، لا على الصحف والكتب، ولا على تقليد ما يسمعه من غيره. وطبعا ينبغي أن لا يذهب الذهن إلى أن هؤلاء الرجال العظام ينبذون ويدعون إلى ترك الكتب وإلى ترك العلم والتعلم والعلوم، بالعكس تماما. في هذا المجال، في مجال السلوك الله عز وجل، وفي مجال هذا
الأمر أعلى وأغلى ما يطلب لا تنفع الكتب، لا تنفع إلا المجاهدة، ولا تنفع إلا الصحبة، ولا تنفع إلا هذا الذي سمعنا من رجاء في الله، ومن خشية لله سبحانه وتعالى، ومن ذكر لله عز وجل، ومن مراقبة إلى غير ما هنالك. أما المجال الآخر مجال العلوم فله إطاره هو هذا العقل، لأن بعض الناس كل حال يخلطون، يعتبرون أن ما يأتي من هنا هو التقوى، وهو الخشية، وهو حب الله، وهو القرب من الله سبحانه وتعالى، من هنا يأتي الفكر. أما القلب ومحل الإحسان الذي هو القلب، وطبعا الجوارح بائتمارها بأمر هذا القلب، هذا مجاله مجال آخر. إخوة الكرام، لعل الخلاصة التي يمكن أن نخرج منها من كل هذا الكلام هو أن اطلاعنا على ما قاله هؤلاء الرجال العظام، هؤلاء الأفذاذ، ينبغي أن يحفزنا وأن يحثنا إلى اللحاق بهم، وإلى التشمير كما شمروا، وإلى اتباع نهجهم وطريقهم. الاطلاع على ما كتبوا وعلى ما قالوا لا ينبغي أن يدفعنا إلى تقليدهم في جزئيات الأمور، وفي شكل الفقه الذي أثلوه والذي دعوا إليه. الاطلاع على ما قالوا ينبغي أن نتطلع من خلاله إلى النفس الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فالتقليد لا يأتي بخير نهائيا، وخاصة التقليد في هذا المجال. أحبتي الكرام، لعلني أطلت قليلا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأستسمحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.